الاسعار سيادتك اصبحت اسعار جنونيه، الاسعار ارتفعت بنسبه 200 و300%. سيادتك اما يبقى كيلو السكر النهارده ب 50 جنيه، الشاي بكام؟ اما يبقى زيت ب 70 جنيه. سيادتك الوضع سيء للغايه والمواطن بيعاني، والمواطن خلاص، المواطن انتهى، المواطن مات سيادتك في ظل وجود هذه الحكومه وفي ظل ارتفاع الاسعار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من طريق الشلاحات. بتقف طوابير وبتسلم البطاقة علشان تشتري كيس سكر واحد بس. ووصل الحال إن الناس بقت بتسرق أكياس السكر من العربية وأنت ماشي جوه المحل. يعني إيه؟ إحنا في مجاعة كده، يعني داخلين على مجاعة. الناس واقفة طابور هتاخد العيش عشان تاكل بيه تاني يوم، لأنه اليوم هيخلص وهم لسه ما خدوش عيش. اديهم مصلحي يطلعوا الهوبا فيه وانت تفضل في الامان. دي الفكره الجهنميه اللي جت في دماغه. ولما الناس قعدت تكلمك دلوقتي انه الوضع خلاص لا يحتمل، قلت لهم احنا جنبينا بلد اهيت مش عارفين ندخل لها اكل ولا ما، يحمدوا ربنا. لان احنا عارفين كويس ان الجيش الموجود دلوقتي مش هو الجيش اللي كان موجود في 73. الجيش الموجود دلوقتي حماده تاني خالص. النهارده تركي آل الشيخ مجمعهم كده بربطه المعفن، ويلا يلا بفلوس يلا اقف عليها. مين قال التخين عندكم في مصر دي؟ مين اللي عامل نفسه جامد؟ يعني عمرو دياب، تعالى لعمرو دياب انا اقف اتصور. احنا دلوقتي عايزين لو سمحت عايزين نبيع اصول. لا والله مش هنشتري من عندكم. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من طريق الشلاحات. لسه فيديوهات طوابير السكر شغالة وبتزيد يوم بعد التاني. كيلو السكر ب27 جنيه والناس بتقف طوابير وبتسلم البطاقة علشان تشتري كيس سكر واحد بس، وممنوع انك تشتري كيس سكر بتسجل اسمك عشان ما تعرفش تطلع وتدخل تاني تاخد واحد غيره. خلي بالك عشان ما تصيعش يعني. ووصل الحال ان الناس بقت بتسرق اكياس السكر من العربيه وانت ماشي جوه المحل. يعني ايه؟ وانت حطيت السكر جوه، ففي فيديوهات نازله المصريين بيقولوا نصايح، يعني انك تحط فوقيه حاجه تانية علشان تغطيه، عشان ما يتنتش وانت مش واخد بالك جوه المحل. احنا وصلنا للمرحله دي في الجمهوريه الجديده. الناس بتسرق اكياس السكر. يعني احنا في مجاعه كده، يعني داخلين على مجاعه اما كناش جواها اصلا. لما تشوف طوابير الناس النهارده، مش بس بقى على السكر، طوابير الناس مثلا على رغيف العيش. الناس واقفه طابور هتاخد العيش عشان تاكل بيه تاني يوم، لانه اليوم هيخلص وهم لسه ما خدوش عيش. فده الوضع دلوقتي. وعبد الفتاح السيسي لما شغل دماغه هو والناس اللي ما عندهاش دماغ، قرر ان هو ينزل علي مصلحي بتاع التموين يحدفوا للناس كده في معرض اهلا رمضان بتاع القليوبيه، علشان الهتاف يبقى ارحل يا مصلحي بدل ارحل يا سيسي. اديهم مصلحي يطلعوا الهوبا فيه وانت تفضل في الامان. دي الفكره الجهنميه اللي جت في دماغه. الناس النهارده بتصور فيديوهات بتتكلم فيها عن القرارات اللوزعيه اللي خدها فشخة الزعيم من كام يوم علشان يزود الحد الادنى للاجور للموظفين. خلاص اقل موظف في مصر هياخد زي ما قلنا قبل كده 6000 جنيه من اول مارس، اللي هم $100، اللي هم نفس الحد الادنى اللي لبنان خدت نفس القرار ده في ابريل 2023 من سنه. يعني لبنان في الوضع المآندل ب 60 اندول اللي هي فيه دي خدوا القرار ده من سنه فاتت. احنا لسه بناخد القرار ده دلوقتي، ويا عالم لسه هيتنفذ ولا لا، ولكن يعني على اعتبار ان هو يتنفذ. طيب هنا في سؤالين. السؤال الاولاني، هل لما انت زودت الحد الادنى للاجور هل ده ليه اي تاثير على اسعار السلع او على حكم الصندوق او على الاقتصاد؟ لا. انت مجرد بتطبع ورق زياده وسلام عليكم وهتقبض الناس، لكن الاسعار بتغلى على هتزود المرتبات، الاسعار هتزيد قصاد المرتبات دي. مش كيمياء. ليه؟ لان انت ما بتعملش حل المشكله الاساسي. انت الاقتصاد عمال بيغرق وانت قلت هنجوع ونجوع وايه، يعني المهم نبقى كده. ولما الناس قعدت تكلمك دلوقتي انه الوضع خلاص لا يحتمل، قلت لهم احنا جنبينا بلد اهيت مش عارفين ندخل لها اكل ولا ما، يحمدوا ربنا. بدل ما اطلع عليكم الطيران ده اللي ناقص بقى، بدل ما اطلع عليكم الطيران واقفل عليكم الحدود وما اخليش حد منكم لا يطلع ولا يدخل زي ما انا عاملين فيهم كده، هنعمل لكم هنا كمان. فاحمدوا ربنا على اللي انتوا فيه. ده الرد. السؤال التاني، لما انت بتعمل الحد الادنى للاجور للموظفين، طب الناس الارزقيه اللي بيشتغلوا يوم ويوم لا، ولا اللي على باب الله دول، ايه تاثيرك على الناس دي؟ الناس دي استفادت ايه من قرار زي ده؟ ما الناس دي ما بتقبضش مرتب. الناس دي انت جيت في يوم من الايام كده قلت وقف اعمال الانشاءات في مصر 10 سنين، خبطتها زي المتخلف.
مسكت الحديده هبت معاك، يلا مفيش انشاءات في مصر 10 سنين قدام. يلا يلا كل الناس بقى اللي شغاله في المجال، اركن بقى اقعد جنب مراتك في البيت، نزل مراتك تشتغل بقى خدامه عند اي حد، لان انت قاعد الصنعه اللي انت تعرفها الرئيس الجمهوريه قرر يوقفها في البلد 10 سنين فجاه كده. فدي الدماغ اللي مدوره البلد. ولما الناس هبت راح حادف لهم مصلحي عشان ايه؟ ياخد هو ايه؟ هو ده اللي وحش، شيل يا مصلحي، اوعى على مصلحي وارحل يا مصلحي بس، عشان الموضوع ما يوسعش عن كده. شفت فيديو لنجيب ساويرس غريب جدا. الراجل ده غريب يا جماعه. الراجل ده الوحيد اللي قاعد جوه مصر مسموح له يقول اي حاجه تقريبا. ممنوع المساس بنجيب ساويرس. نجيب ساويرس طالع بيتكلم مع سيد علي. سيد علي بيقول له انت منتظر ايه من السيسي وبتاع والفتره اللي جايه والظروف اللي احنا فيها؟ قال له اول حاجه يطلع كل معتقلين الراي، كل الناس اللي ليها راي مش عاجبنا او راي مش عاجب الرئيس يطلعهم دلوقتي خلاص. والمفروض الحريات تبقى اكتر من كده بكتير. مش معقوله كل واحد قايل كلمتين مش عاجبنا نحبسه. ده بيقول الكلام ده في برنامج تلفزيوني عادي نجيب ساويرس، فبيقول له كل المعتقلين اولا يطلعوا. ده اول بند كده. البند الثاني نجيب ساويرس بيقول للسيسي يا ريت يشوف ناس بتفهم. معنى كده ان هو ماشي ورا ناس متخلفه ما بتفهمش، واضحه. فنجيب ساويرس بيقول للسيسي من الاخر كده انت بايع دماغك وتوتتك لناس ما هياش فاهمه حاجه في اي حاجه. ومن وراء الكلام احنا عارفين ونجيب ساويرس عارف وسيد علي اللي كان قاعد بيسمع المكالمه عارف ان نجيب ساويرس مش بيتكلم على اللي حوالين السيسي، لان اللي حوالين السيسي بيعملوا كده بس. هو مين اللي سايق؟ هو الحمار الكبير السوس الجميل، هو اللي سايق كل حاجه، هو اللي بيفهم في كل حاجه. انا طبيب اوصف الحاله، طبيب بيوصف الحاله. كل الفلاسفه وكل اللي تعالوا اسمعوا الراجل ده وما تعملوش اي حاجه من اللي هو بيقول عليه. هو ما كملش الجمله، فكل الناس عارفه ان هو اهبل ما عدا هو وامه. كل الناس عارفين ان هو عبيط. فنجيب ساويرس لما بيتكلم ويقول خليه يشوف ناس بتفهم، هو مش بيشتم في اللي حوالين السيسي، هو بيقول للسيسي انت حمار ما بتفهمش، جيب ناس بتفهم واديها القرار. ده اللي ما وراء الكلام. الحاجه اللي بعد كده معانا النهارده، كنا اتكلمنا امبارح عن اللي حصل في لبنان، وحابب اقول لكم انه لازلت عند كلامي بانه اي تحرك من حزب الله هيحصل هيغير الخريطه بتاعت الحرب دي لابعاد تانية خالص. في نفس الوقت اللي بيحصل فيه تهديد باقتحام رفح اخر مكان في غزه المحتله، بيطلع الجيش المصري فروم نو وير كده، ما حدش عارف ايه الموضوع، يعني اشمعنى دلوقتي ايه اللي حصل، ما حدش فاهم. بيطلعوا النهارده بوثائق تذاع لاول مره وتعلن لاول مره عن حرب اكتوبر اللي من 50 سنه. طب هل احنا في ذكرى اكتوبر مثلا؟ لا. طب هل في مناسبه مثلا بتحصل؟ لا مفيش. طب ايه؟ طلع شويه نشطاء قال لك ايه ده الجيش طالع مطلع الحاجات دي ازاي بقى، خطه ثغره مش عارف الستر الترابي عديناه ازاي، وازاي الطيارات راحت مش عارف مين، وشويه فيديوهات بقى للطيار مش عارف احمد بخيت الله يرحمه بقى الشهيد، لما الذخيره خلصت راح نازل في البتاع. حاجات من السبايسي اللي بتحبها الناس دي. طب اشمعنى الكلام ده يطلع دلوقتي؟ قال لك انه الجيش مطلع الكلام ده كايه كارت كده لولاد البعده، انه احنا جامدين السنين وايه ان كنت نسيت تعالى افكرك. طب هل ده يعقل؟ هل احنا كمصريين اكتر ناس اكتر فان للجيش المصري هل احنا مصدقين الكلام ده؟ لا. لان احنا عارفين كويس ان الجيش الموجود دلوقتي مش هو الجيش اللي كان موجود في 73. الجيش الموجود دلوقتي حماده تاني خالص. الجيش اللي العساكر بتاعته بتقف تبيع كحك العيد والمخلل وخيار وطماطم ده لا مش ده هو ده لا مش ده مش هو ده. ما ينفعش. ما تقنعنيش دلوقتي انك طالع تخوف التانيين بان انت عندك الجيش مش عارف مين، لان من الاخر يعني هم عندهم تفاصيل وزخانيق الجيش اكتر من اللي انت تعرفه شخصيا، عشان نكون صراحه بقى من الاخر كده. فالكلام ده بلح. ثانيا تعالى اثبت لك بطريقه عمليه انه مصر
في اخر طابور الناس اللي عندها دم بخصوص فلسطين، مش بتكلم عن مصر كشعب. النهارده برلماني من البرلمان الاوروبي، نائب في البرلمان الاوروبي، كان بيصور لايف من على معبر رفح. واقف الراجل بطوله كده، نائب في البرلمان الاوروبي، وفاتح لايف وبيصور الشاحنات اللي على مدى الشوف على الجنبين واقفه مستنيه الاذن علشان تدخل غزه. وبيقول ان دي مهزله انسانيه، والمفروض ان العالم كله يتحرك عشان الكلام ده ما ينفعش يحصل في كوكب عليه بني ادمين بتحس. ما ينفعش. بالله عليك يا اخي، بالله عليك، هل شفت نائب من البرلمان المصري مثلا، اللي هو ده خطوتين جوه بلده، مش محتاج فيزا ولا تشوف، يروح يقف على معبر ناحيتنا حتى، هل شفنا نواب البرلمان المصري راحوا خدوا اي موقف؟ ده ناس مش هتحارب ولا هتقول ولا اي حاجه، يروح يقف هناك بس دعم معنوي. والله انا خدت موقف يا جماعه. هل حصل حاجه زي كده؟ لا، ولا هيحصل، ولا هيحصل. الواد البانجو اللي كان بيلبس الكوفيه الفلسطينيه على طول جوه البرلمان، عامل فيها ان هو يعني ايه راجل الشبح بقى والعروبه واكلاه والقوميه العربيه وفلسطين وبتاع، هل حرك عربيته اللي هو كان اصلا بيربي كلاب وبيتاجر في، مش عايزين نتكلم يعني، وهوب دبل كيك بقى نائب في البرلمان وبقى باشا وعنده مكتب وعربيه واتجوز في بيت وكل حاجه بقت تمام؟ كل حاجه بقت تمام ليه؟ علشان هو اللي واقف ضد الظلم والطغيان بتاع الاخوان اللي كانوا موصلين الدولار ل 6 جنيه والبلد قايمه على الشحات. اي والله كاتبين كده في البتاع. وقف هو لهذا الظلم المدقع واتنطر نطره بقى، هوب ركب الصاروخ، حرك عربيته بقى المرسيدس احسن احدث موديل دي، وراح بيها رفح هناك، وقف وصور وقال انا متضامن مع لا ما حصلش. طب الفنانين بتوعنا، صفوة المجتمع والنخبة، النخبة الجميلة المصرية الحلوة اللطيفة دي، هل خدوا موقف؟ ده الراجل اللي قال كلمتين، اللي قال لك انا مش قادر اروح اعمل مسرحيه واضحك الناس، فشخوه زي الناس المسلمين اللي كانوا بيفشوهم في الاندلس كده ساعه التطهير العرقي بتاع المسلمين هناك، انهم يغيرون دين اباءنا، فاهم؟ مسكوا محمد سلام سحلوه. النهارده تركي آل الشيخ مجمعهم كده بربطه المعفن، ويلا يلا بفلوس، يلا اقف عليه. مين يلا التخين عندكم في مصر دي؟ مين اللي عامل نفسه جامد يعني؟ عمرو دياب، تعالى لا عمرو دياب، يلا اقف تصور. مين كينج محمد منير؟ تعالى لا اقف عليه، هو فاله زي الحيوان كده. محمد منير عمل حادثه وايده اتكسرت، طلع يغني بايده مكسوره لاول مره في التاريخ. مفيش حاجه كده، واحد ايده مكسوره طلع عامل كده ويغني بالايد التانيه، يا نهار ازرق. في ذل كده. طب الناس دي محتاجه يعني، مش لاقيه بتكح تراب، مش لاقيه؟ لا، ده يا راجل سبحان الله كل حاجه في مصر وقعت الا الدراما والفن والافلام شغاله على ودنه. تعالى رمضان داخل اهو، الناس مش عارفه مش هقول لك بقى يا ميشو وتمر وزبيب وبتاع وكده، لا، ده احنا السكر مش عارفين نجيب سكر، رز مش عارفين نجيب رز، فاحنا داخلين رمضان كده على الله حكايتنا. انما المسلسلات كل فنان عامل له مسلسل بانتاج باخراج بتصوير الله. فالناس دي مش معانا، الناس دي مش موجوده. وبعدين السؤال اللي محير امي هو الله، طب ما في فلوس اهو يا جدعان، طب ما الفلوس دي جت منين؟ هو في مستثمرين اجانب بيجوا ينتجوا مسلسلات في مصر؟ ما هي الشركه المتحده دي المفروض مصريه عادي وتبع المخابرات. الشركه المصريه دي المتحده المصريه اللي بتنتج كل الحاجات دي، ما هي معانا هنا موجوده في مصر عادي. طب اشمعنى بتكسب من مين طيب؟ يعني لو كل حاجه في مصر بتخسر والجهه دي هي الوحيده اللي بتكسب وعماله تنتج مسلسلات زي اللي عنده اسهال، طب ما احنا نجيب الناس اللي بيشغلوا الشركه المتحده دي ونرشحوهم رئاسه الجمهوريه ويدوروا الليله يكسبونا كلنا بقى، طالما القطاع ده هو اللي سبحان الله
المخابرات بتصرف عليه وهي صدرها مفتوح كده، فاتحه صدرها كده، وتجيله يلا اديله فلوس اديله فلوس، ينتج مسلسلات عشان كل مسلسل يوصل رساله ويأكد على الرساله اللي قبليها بانه اي واحد متدين ولا مربي ده انه يبقى كافر بدين السيسي، يبقى راجل ضلالي وبصباص ومتحرش وابن 60 كلب. واي واحد تاني روش كده وبيحشش بالليل وبتاع ده جدع وطيب وتلاقيه في ظهرك هو ده اللي المطلوب. كل المسلسلات نفس الرسائل دي. هات لي واحد محترم كده جابوه بيصلي ركعتين في مسلسل طلع ابن حلال في اخر المسلسل، ما مستحيل ما تلاقيش. هو ده الانتاج وهو دي الفلوس اللي بتدفع وموجوده وببذخ، ما عندناش مشكله خالص، ادفع. ليه؟ لانه في جهات في مصر عندها فلوس كتير. اقول لك فضيحه النهارده، شركه ادنوك الاماراتيه اللي كانت من سنه الا شويه كده دخلت في مفاوضات علشان تشتري شركه وطنيه، لان الحكومه المصريه قالت انه احنا بناء على تعليمات صندوق النقد الدولي هنخرج الجيش من الاقتصاد. وقاموا طرحين من سنه فاتت كده 23 شركه للقطاع الخاص، يلا ايه بيع الشركات دي. منهم بعض الشركات التابعه للجيش او هيئه المشروعات القوميه زي ما بيسموها، يعني عشان يبقى اسمها كده حلو كده، تحس مشروع قومي تحس انه تبعك، انما هو ولا تبعك ولا حاجه وبيديك على قفاك. فمنهم مشروع او شركه وطنيه بتاعت البترول، محطات وطنيه دي. تخيل انه ادنوك بعد كل المباحثات والبتاع كل الحركات اللي بقالنا كتير اهو، ده بيعه، ادي والله الشركه، ادي مستنداتها، ادي اوراقها، حساباتها كام، يلا اشترينا بكام، هوبا خلصت. ما خلصتش ليه؟ شركه ادنوك انسحبت وهي خلاص في المراحل النهائيه من المفاوضات. ليه بقى؟ لانه شركه وطنيه ملهاش مستندات ملكيه اصلا. انت متخيل محطات وطنيه الموجوده في كل حته دي، الارض اللي معمول عليها المحطه مفيش سند بيقول ان الارض دي ملك لشركه وطنيه. طب ليه؟ لانه مصر كلها مكتوبه باسم القوات المسلحه. ايوه، هم لما كانوا بيقولوا مصر رجعت كامله لينا فهم كانوا يقصدوا القوات المسلحه، مش المصريين. مصر دلوقتي رجعت كامله لينا، اللي هو الجيش بقى هو ده مالك مصر الوحيد. فشركه وطنيه تشوف حته ارض، يلا اعمل لي محطه بنزين هنا بتاعت الجيش. مين هيروح للجيش يقول له فين سند الملكيه بتاعت الارض؟ مفيش. واكتشفوا ان شركه وطنيه ملهاش سجل تجاري، مفيش حاجه اسمها سجل تجاري بتاع شركه وطنيه، مفيش سجل ضريبي. الشركه دي ما دفعتش ضرايب خالص. شوف انت من كام سنه كل محطات البترول اللي شغاله دي ما بتدفعش ضرايب ولا معاشات ولا عندها سند ملكيه للارض ولا اشترت ارض ولا اي حاجه. وسبحان الله بيبيع بنفس سعر البنزين في اي محطه تانية. يعني رجل الاعمال اللي المفروض ان احنا عمالين نقول الاستثمار والناس مش عايزه تيجي عندنا ليه؟ رجل الاعمال المفروض يدخل ينافس، يشتري حته ارض ويطلع تراخيص ويعمل سجل تجاري ويدفع ضرائب ويجيب موظفين يديهم مرتبات ويديهم ضمان اجتماعي ويديهم معاشات، ويبيع بسعر البنزين اللي بتبيعه شركه وطنيه ويكسب. ده لو ساحر، ده لو بيمشي على دماغه، لو بيمشي على الحيط على السقف كده مدلدل مش هيعرف يعملها. انافس مين؟ اكسب ازاي؟ ولو انا هكسب جنيه الناس دي بتكسب 1000. فشركة ادنوك قال لك لا يا حبيبي انا سلام عليكم. ليه؟ لان ممكن انا اشتري النهارده بكره الصبح تيجي تقول لي من اين لك هذا؟ فين سند الملكيه بتاعت الله؟ يا تدفع كذا يا اما هنهد لك محطه بنزين كذا. ما انت الارض ما هياش ملكك، ما فيش ملكيه. بقول لك انت مالك شركه وطنيه دي؟ طب والله الشركه دي عليها 10 سنين ضرايب يا باشا، لو سمحت كل سنه وانت طيب. فقال لك يابا انا ماليش في الشغل الشمال ده، فخلعوا. وقيس على اللي حصل في وطنيه دي، اي مشروع اسمه مشروعات الخدمه الوطنيه الكذا سرقه. والدليل فين مشروع بركه غليون بتاع السمك، الاستزراع السمكي؟ فينه؟ فين نتائجه؟ فين السمك؟ فين اسعار السمك؟ فين مشروع 1.5 مليون راس ماشيه اتصرف عليه كام؟ اللي هم قالوه مش اللي انا بقوله، هم طلعوا قالوا تكلفه المشروع يا فندم قال مليار جنيه. كل الكلام ده اتقال لايف، موجود لغايه دلوقتي، نسيوا يشيلوه. طب فين النتائج؟ هل اللحوم مغرقه الاسواق
تبع المشروع الخدمه الوطنيه. ده مشروع خدمه وطنيه، ده مش مشروع ان احنا بنكسب لا سمح الله، ده مشروع خدمه وطنيه بنخدم الوطن والجماهير، ما بنكسبش منه حاجه. طب انت عملت مشروع كلفته الفلوس علشان تنتج لنا لحوم من اجل المواطن الكحيان، فين؟ ده المشاريع نفسها اتقفلت، مش خسرت، دي اتقفلت، جابت ظروفها. انا اعرف واحد، كنت قلت لكم قبل كده على احد الاماكن اللي عملوا فيها مشروع المليون ونصف راس ماشيه ده، ما بقاش شغال فيه الا عنبر واحد شغال في تغليف البسكويت بتاع المدارس بس، ملوش اي علاقه لا باللحوم ولا بألبان ولا بمواشي ولا باي حاجه، والله شغال بيغلف بسكويت المدارس. طيب احنا دلوقتي مش عارفين نبيع اي حاجه، البيع واقف، حركه البيع واقفه، ان احنا عايزين، احنا دلوقتي عايزين لو سمحت عايزين نبيع اصول، لا والله مش هنشتري من عندكم، لا مش عارف ليه. خد المصنع ده جميل حلو، لا والله اصل المصنع ورق وباي زي ما شفت وطنيه كده، مفيش ورق مفيش داتا، ما تشتري ايه يا حبيبي؟ هو انتوا فاكريننا في الدول التانيه بقى اللي بتشتغل بيزنس هنشتري بطريقه اعدي الانايه ومش ممكن اعدي والهجس ده؟ مفيش الكلام ده، مفيش مستندات، فانت اصلا مش عارف تبيع. يعني انت عايز بتقول يا عم انا عايز ابيع الوطن وانت مش لاقي مين يشتريه دلوقتي. وهي دي الجمهوريه الجديده الجميله اللي بندلل عليها، مش علشان تنهض بقى وتبقى فظيعه وجميله وام الدنيا وبتاع، لا احنا بندلل عشان نبيعها، مش عارفين. طب وبعدين؟ قلناها وهنقولها تاني، طول ما احنا جنبينا وحوالينا شايفين ظلم، الظلم ده هيطولنا. وقالها قبل كده الله يرحمه: وأفوض أمري إلى الله ستذكرون ما أقول لكم. فاكرين؟ ليه بقى؟ لأنه من أعان ظالما سلط عليه. فاللي حصل إن إحنا شفنا ناس بتتظلم، شفنا ناس بتتقتل، شفنا ناس الدبابات بتخش ماشي مكان فيه جرحى، مسجد فيه جرحى بيتولع بالجرحى الأحياء اللي جواه، شفنا كل ده عيانا جهارا نهارا. وقلنا انه لعنة الدماء دي هتطول كل من شارك فيها وكل من سكت عليها. وده اللي بيحصل دلوقتي. هوبا تاني جنبينا في غزة كل اللي بيحصل ده، واحنا عمالين نعيط علشان كيس السكر. وجع مؤلم، وضع مؤلم، يوجع جدا. لكن يا اخي لو هتتكلم عن السكر والرز ووجعك ببطنك عشان تحلي، في اخواتك جنبك مش لاقيين يشربوا ميه ساده، فلازم تبقى موجوع عليهم برضو، لانه المفروض ان احنا كده. مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو كل الجسد بيتعب ويعيا ويسخن وبتاع، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. احنا جنبينا حته من جسدنا اهو بتباد. يا جدعان ده الناس، الجزيره النهارده منزله تسجيل صوتي للبنت اللي اسمها هند، الطفله الصغيره اللي اهلها اتقتلوا جوه العربيه وفضلت هي عايشه لوحدها جوه العربيه. حبيبتي والله لو بايدي لاذيكي. ميتين؟ وهم هلا معك بالسيارة؟ انت هلا وين متخبية هلا؟ وين انت هلا محمية؟ بالسيارة. جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة؟ صح. طيب خليكي يا عمري بالسيارة، انا رح اتمني فاتحة الخط معاكي، اتمني احكي معك، ما بدي اسكر التليفون، تمام؟ هم بينزحوا، اهلها ماتوا وفضلت هي عايشه، والدبابه قدامها طفله صغيره عياله صغيره، والدبابه الاسرائيليه داخله قدامها. فالبنت حافظه رقم الهلال الاحمر الفلسطيني، فاتصلت المسعفه ولا اللي بترد في الهلال الاحمر مش عارفه تقول لها ايه، بتقول لها امانه تعالي خديني، تقول لها يا بنتي والله انا لو بدي هجيلك. وفضلت البنت هناك في المكان ده
قاعده جوه العربيه مش عارفه تنزل فين، الدبابات حواليها. انت متخيل طفله صغيره وسط دبابات في مكان ما فيهوش بني ادمين خلاص، يعني ما فيش فلسطينيين في المكان، لغايه لما راح لها 2 مسعفين عرفوا يوصلوا لمكانها وراحوا لها، وبعدين اتقتل 3، البنت وال2 مسعفين اللي رايحين لها. دي قصص احنا بنسمعها بتحصل على بعد كام ساعه مننا، وانت تيجي تقول لي الجيش المصري بيهدد ايه ونيله ايه؟ بيهدد ايه ونيله ايه؟ ده جيش ايه ده؟ ده يا راجل عندنا في الصعيد لو عيله حصل لعايل من عيالها حاجه زي كده، ده القيامه تقوم. ده قبل كده في حادثه في 2009 في قنا، قتلوا راجل كان راجل بيخش جوه ارض حد تاني، قتلوا الحمار بتاعه. العيله هاجت وماجت ليه وليه تقتلوا الحمار؟ قتلوا 10 رجاله قصاد الحمار، قصاد الحمار قتلوا 10 رجاله. دلوقتي انت ناس 30,000 واحد جنبك وما انتش عايز تاخد موقف، وجاي تقول هو احنا متنيلين وموعيين؟ ما انت البعيد اعمى ما تشوفش. ما انت لازم طبيعي هيحصل كده. ده لو ما حصلش كده يبقى ربنا استغفر الله العظيم، يعني يبقى احنا ظلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ده ما نقولش بقى عدل والحق وبتاع، لا. فاحنا اظن جه الوقت ان احنا ناخد موقف بقى، ناخد موقف اللي نقدر عليه. اللي عايز، اللي يقدر يتكلم زي ما احنا بنتكلم جاي يتكلم، اللي يقدر يقول كلمة حق يقول، اللي يقدر يكتب، اللي يقدر يدعم ماديا يدعم، اللي يقدر يحدف برتقان على العربية يحدف. وان كنا هناخد موقف، يعني عاوزين ناخد حاجة كده موحدة، مش عارف جت في بالي كده، ما نلبس اسود يا جماعة، ما نلبس اسود خلاص. احنا مش لابسين اسود، لا بنعمل حملة اسمها لابسين اسود. الناس تمشي في الشارع لابسه اسود، كل الناس لابسه اسود في مصر، علشان كل الناس تؤمن انه ما فيش حد مع ابن الكلب ده. خلاص كل الناس لابسه اسود اهو، واظن حاجه ما هياش ضد الامن ولا حاجه. الامن هيجي يوقفك لابس اسود ليه؟ والله يبقى شكله شيك عليا، ما اعرفش. حلو، نلبس اسود يا جماعه، ويبقى ايه؟ حمله على اسم الوضع اللي احنا عايشينه ده، حمله لابسين اسود. بس كل الناس تمشي في الشارع لابسه اسود، لغايه لما ننزل في يوم نلاقي كل الناس لابسه اسود. ارحل يا ابن الوسخه، تلاقي كل الناس تهتف معاك، خلص الموضوع بقى ونخلص. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معلش يا جماعه، الواحد ايه بقى بينفعل شويتين كده، لكن انك تبقى شايف اخوك جنبك واختك وبنتك بيتعمل فيك كل اساليب التنكيل اللي مش ممكن بني ادم يتخيلها، اللي هتلر نفسه ما عملهاش، وانت مش قادر تعمل حاجه، وشايف الناس اللي مسؤولين عنك اصلا مش قادرين ياخدوا اي موقف، لدرجه انه زي ما قلت لكم امبارح في لبنان حصروا السفاره المصريه. السفاره المصريه اتحصرت. هل يرضي 22 دوله عربيه ان الموقف الوحيد العدل اللي اتاخد يكون من البرازيل وجنوب افريقيا؟ يا راجل ده اسرائيل طلعت بيان قالت ان لولا دا سيلفا رئيس البرازيل شخص غير مرغوب فيه. تخيل ان اسرائيل ما قالتش الجمله دي عن اي حاكم عربي او مسلم، ولا واحد قالت ان هو شخص غير مرغوب فيه، كلهم مرغوب فيهم زي الفل حبايبنا. انما بتاع البرازيل ده شخص غير مرغوب فيه. احنا وضعنا مزري. مفيش حاجه تتقال يا جماعه، مفيش حاجه تتقال. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.